عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 جدا. قبل اي كلام تعالوا نصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب طبعا ايامكم كلها تبقى سعاده وفرح وهنا. النهارده بقى ان شاء الله عايزين نعمل بقى مع بعض احلى تكه للملوخيه. الناس اللي طلبت مني الملوخيه هم عارفين مين اللي طالب مني الملوخيه، وقال لي نزلها ام احمد على القناه. طبعا بقى اعملها لكم بتكات ست الكل. ماما حبيبتي تعمل برضو ملوخيه عسل عسل عسل. وطبعا انتوا عارفين اي ام اكلها احلى بكتير في نظرنا طبعا، عشان احنا اولاد من احلى طعم اكل الام. فانا قلت بقى وهي موجوده معايا خليها تعمل الملوخيه. معانا الملوخيه اهيت بنقطفها هي حبايب قلبي. ملوخيه جميله خالص اهيت. بصوا الجمال، بسم الله ما شاء الله على الحلاوه والجمال. قلت بقى ايه نجيبها بقى نقطف معاكم من الاول ونمشي بالتفصيل بالظبط احنا بنعملها ازاي. يلا تابعوني لحد ما نخلص حبايب قلبي. انا بقى على ما الملوخيه بقى طبعا غسلتها وسبتها بقى في الشمس تنشف شويه، قلت اما اعمل الفرخه بتاعتي اهي. انا بصوا مسلقتها نص سوا، وبعد كده دهنتها اهوت زي ما انتم شايفين بالصلصه بتاعتي اهوت، وهدخلها بقى تكمل التسويه بتاعها في الفرن يا حبايب قلبي. نخلص ونبقى مع بعض واحده واحده. الشوربه بتاعتي غلت اهيت. هنحط بقى الملوخيه بتاعتي اهي، بسم الله اهي. انا حطيت شعره كربونات يا حبايب قلبي، وهنفضل بقى نقلب في الملوخيه كده. الملوخيه الجميله بتاعت ماما، اللهم صل على النبي، جميله 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 جميله. معاكي بقى يا حبيبه قلبي طبق اهوت المونيا هنحط فيه السمنه بتاعتي، وطبعا بقى الثوم حبه حلوين كده جمال تمام، عشان ايه البطن تنفخ على الاخر. وهتحطوهم على النار عشان تعملي التقليه بتاعتك او الطشه بتاعتها على النار معاكم اهو زي ما انتم شايفين، عشان اجهز الطشه بتاعه الملوخيه. الله 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 على ريحه الطشه بتاعه الملوخيه، عسل عسل والله العظيم تحفه. عمل يا حبايب قلبي وتخليها اقل من 10 دقايق بتبقى زي الفل. وتوشي بقى على الملوخيه وكلي احلى ملوخيه حبايب قلبي. حبايب قلبي احمرت بهيت. هنطش بقى دلوقتي ان شاء الله على الملوخيه الطشه بتاعتي ونقول ايه شايفين الطشه الحلوه دي؟ شايفين الجمال بسم الله. لازم الشقه دي، عارفين الشقه بتاعت ونيس؟ هي ده، هي تحفه طبعا. والفرخه بتاعتي هي حبايب قلبي بعد ما اتحمرت في الفرن اهي يا حبايب قلبي. طبعا عملنا شويه رز يستاهلوا بقكم، كل الاكل يستاهل بقكم والله العظيم. هنجهز بقى على السفره صينيه بطاطس في الفرن لسه حطها كده في الفرن تاخد وش. هنخلص ونرجع ليكوا تاني حبايب قلبي. بعد ما خلصنا بقى الاكل بتاعنا، شوفوا السفره الجامده بتاعنا ديت، جامده 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 نار اهوت. نحط الليمون بقى بتاعنا على الشوربه اهي. لا العيش جنب الملوخيه، امال الملوخيه تاكل ازاي؟ في اللي عايز ياكل الملوخيه بالرز بالعيش باللي يعجبكم اهو سفره متكامله اهيت من كل حاجه حلوه عملناها النهارده. تعالوا بقى كلوا معانا بالف هنا وشوفوا يا حبايب قلبي. طبعا بقى انا بس الاكله الاساسيه اللي انا صورتها النهارده هي كانت طبق الملوخيه الجميل ده، دي كانت تصوير. انما بعد كده الاكل بقى ايه طبعا زي ما انتم شايفين ما صورتش الباقي، لان انا بس كنت عايزه الملوخيه فقط لا غير اصور التكات بتاعتي. لو عجبكم الاكل بتاعي والشكل الجميل للاكل بتاعي ما تنسوش بقى اللايك يا حبايب قلبي، بالله عليكم اللايك والاشتراك يا حبايب. اول مره تشوفوني الاشتراك الجميل بتاعكم ادعموني. اختكم في الله. اي حد بقى كده يخش تعليق كده يصلي على النبي في التعليقات، واشوفكم دايما على الف خير مع احلى وصفات مع ام احمد مع